بسم الله الرحمن الرحيم. والأذان بيأذن وكل الناس رايحة المساجد. أنا هنا في المسجد بتاعي، مجمع زهرة مصر الخدمي. أنا هنا في المسجد اللي إن شاء الله هيتبني بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى إن شاء الله. والناس كلها في المسجد دلوقتي عشان رايحة تصلي صلاة الجمعة. أنا هنا في الأرض اللي هي حلمي وحلم ناس كتير قوي، اللي هنبني عليها مسجد وهنبني عليها مبنى لرعاية الناس اللي بلا مأوى. أنا اتأخرت عليكم قوي في اللايف ده، بس انتوا عارفيني ان انا ايه، ما بحبش اطلع على لايفات وخلاص. يعني بحب اطلع لما اكون حاسه ان انا عايزه اطلع وحاسه ان انا عايزه اتكلم. فانا حسيت ده دلوقتي، فقلت ان انا اطلع مع متابعيني الكرام حبايب قلبي، ربنا يخليهم لي يا رب، عشان يسمعوا ويشوفوا احنا عملنا ايه في الارض. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ماشيه اهو رايحه عند الحته اللي هيتبني عليها المسجد وهيتبني عليها المبنى لرعايه الناس اللي بلا مأوى. تمام. هي اتجرفت خلاص، هي خلاص اتجرفت. شايفين الحته دي كلها اهي اتجرفت اهي، من اول هناك كده لحد هنا، والحته دي كمان لسه اللي جوه دي هتتجرف. طبعا الجرف ده كله يا جماعه كان فيه ايه، زيادات زي اللي موجوده هناك دي اسمها رتش. ده كان كله على الارض. عشان كنا نجيب ناس تعمل الكلام ده كان الموضوع ده هيتكلف حوالي 100,000 جنيه او 150,000 جنيه. لكن الحمد لله الكلام ده كله اتعمل مجاني من الجهاز هنا. نزلوا فريق العمل، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب، وجرفوا الارض اللي هيبني عليها المسجد والمبنى لرعايه الناس اللي بلا مأوى. ده المفروض يعني احنا لو كنا جبنا ناس من بره كانوا هياخدوا فلوس كتير جدا، لكن هم عملوا ده مجاني. بشكر طبعا الجهاز، ربنا يجازيهم كل خير يا رب، وكل العاملين فيه ان شاء الله ربنا يجعل في ميزان حسناتهم على وقفتهم معانا علشان الارض تتبني. لكن دلوقتي احنا المفروض هنبدا حفر من الاسبوع الجاي. الحفر ده يا جماعه مبدئيا عشان نبدا بيه لازم اقل حاجه ادفع، اول حاجه كده تدفع 200,000 جنيه عشان ابدا حفر. لان الحفر لوحده هيدخل له في 800 او 900,000 جنيه. الحفر بقى حفر المباني بقى، مبنى لرعايه الناس اللي بلا مأوى والمسجد. دي حاجه. اللي فوجئت بيه بقى من 3-4 ايام، جات لي ورقه من الجهاز مكتوب فيها علاوه البنى دي هتتكلف 1,500,000، 1,500,000. طب 1,500,000 دول اجيبهم ازاي؟ يعني هم محددين لي كمان وقت في الورقه دي، خلال اسبوع محتاجين منك يا سمر يا نديم 1,500,000 علاوه المباني. طبعا انتوا عارفين ان الارض دي، الورقه اهي بعتنها لي على الواتساب، مش عارفه انتوا هتشوفوها ولا لا، مش عارفه هتبقى باينه هنا في الشمس ولا ايه. المهم ان الموضوع كبير قوي ومحتاج اهل الخير يساعدوا معانا. احنا مؤسسه سمر نديم للخدمات والتنميه تبع لوزاره التضامن، عندنا حساب مؤسسه سمر نديم للخدمات والتنميه اللي حابب يتبرع معانا. حساب المؤسسه عليه رقابه من الدوله ومن الجهات المختصه. حساب مؤسسه سمر نديم يعني في حاجه اسمها ميزانيه سنويه بتعمل عليها رقابه من الدوله، في حاجه اسمها اوراق بتتعمل بمحاسب قانوني، كل الكلام ده، كل الحاجات دي رسميه. انا ما اطلعش اتكلم عن حاجه زي كده غير لما اكون انا بتكلم صح. ماشي تمام. حاضر عليا، مش فاهمه. احنا بنتكلم على الميزانيه بتاعت السنه. الميزانيه دي بيبقى عليها رقابه من الدوله،
حساب البنك ده اللي بنعمل بيه كشف حساب كامل، فلوس ايه دخلت وفلوس ايه خرجت، الايصالات بتاعت التبرعات اللي الناس بتتبرع بيها بتدخل البنك وبتطلع تاني، كل دي فلوس يا جماعه الدوله بتراقب عليها، اي فلوس. فلازم تبقوا مركزين قوي معايا ان انا مش بعمل كده من دماغي وخلاص. وياما ناس ولا عندها جمعيات ولا مؤسسات وبنت اراضي عليها مساجد وبنت اراضي عليها مباني للخدمات والدنيا عادي بتمشي عشان ده خير. لكن الا انا بالذات لما اجي اعمل حاجه لازم الدنيا كلها تيجي عليا كاني بعمل معصيه. انا بقول لكم يا جماعه احنا هنبني مسجد، خلق الله اللي هناك دول كلهم هيصلوا فيه، كل الناس دي هتصلي فيه، صدقه جاريه. بقول لكم هنبني مبنى لرعايه الناس اللي بلا مأوى عشان ننقذ دار زهرة مصر من ان الناس دي تترمي في الشارع، ونحطهم هنا في الارض بتاعتهم اللي الدوله خصصتها لهم. الارض خصصت لهم ليه الارض دي؟ عشان بدل ما يعيشوا في الشارع يجوا يعيشوا في الارض دي، يجوا يعيشوا في الارض دي. يا رب يا جماعه ادعوا في يوم الجمعه. انا حبيت ان انا اطلع اللايف ده في يوم الجمعه دلوقتي عشان الناس تسمعني وتوصل صوتي. يا ريت تعملوا شير كتير، عايزين نعمل شير كتير قوي قوي للفيديو ده عشان يوصل لرجال الاعمال. يمكن حد كده يجي لنا من السماء يروح شايل الارض كلها ويريحنا، يروح شايل المباني، يروح المسجد بحفره ببناه، بالمبنى لرعايه الناس اللي بلا مأوى. هي الدوله هتقوم بكل ده ازاي اذا كانت الدوله نفسها خصصت الارض خلاص حق انتفاع من الدوله؟ يعني كده كده اصلا ما هو ممكن بعد ما مبني كل ده ما ممكن ياخدوها عادي لان هي الارض بتاعت الدوله. هم سامحوني ان انا اعمل خير، بس اعملي خير بقى انت، يلا شوفي اهل الخير يجوا يعملوا، بس مش اكتر من كده. بس خلي محمد يأذن في الارض ان شاء الله، بعد ما اقفل اللايف هخليه يأذن في الارض باذن الله. يا ريت والله يا جماعه تعملوا مناشده لكل رجال الاعمال وكل اهل الخير يجوا يساعدوا معانا. الارض قدامكم اهي، الاوراق بتاعتها كلها موجوده. يعني احنا جالنا التصريحين المهمين جدا، تصريح الحفر وتصريح البنى موجودين معايا. دول اصلا يعني الواحد بيتعذب عشان يطلعهم، والحمد لله ربنا كرمنا وطلعناهم بفضل الله الواحد الاحد. وعايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان احنا قدمنا على عداد الميه، عداد الميه لوحده ب 30,000 جنيه قدمنا عليه. عايزين بقى نبدا حفر الارض بعد ما اتجرفت. انا عايزه اقول لكم الجرف ده لوحده كان ممكن يتكلف حوالي 150,000 جنيه. يمكن كمان ربنا يبارك في اهل الخير اللي وقفوا معانا. المسجد بس كان يتكلف 90,000. يا ريت والله، يا ريت اهل الخير، يا ريت مسؤولين الدوله يتدخلوا يساعدوا معانا عشان نبني الارض دي للناس اللي بلا مأوى. النهارده انا في دار زهرة مصر، الدار عندي تشيل 40 بني ادمه، دلوقتي انا بقى عندي 31 انسانه في الدار. يعني فاضل كام؟ 9 والدار يتملي. طب لما الدار دي تتملي انا هعمل ايه؟ واهاليهم مش عايزين يجوا ياخدوهم، والناس دي اتعذبوا في الشارع وشافوا مرمطه. فمحتاجه ابني بسرعه ان شاء الله حتى لو دور واحد وانقل الناس دي، ان شاء الله حتى لو ابني دور واحد وانقل الناس دي. يا ريت يا ناس يا طيبين تشاركوا معانا. اللي حابب يشارك معانا يقدر يتبرع على حساب مؤسسه سمر نديم للخدمات والتنميه من اي فرع بنك مصر على مستوى الجمهوريه. اهي الارض بعد ما اتجرفت، ولسه هيكملوا الجزء اللي هناك ده، وشالوا الحته العاليه اللي هنا كمان. الحته دي كانت كلها عاليه، المفروض ان هي الحته دي كلها كده. يا ريت يا رب يا رب يا جماعه، يا رب يا رب يبعت لنا اهل الخير الطيبين، يا رب يا رب. احنا مش بس يا جماعه عندنا دار، احنا كمان في ارض عايزه تتبني، غير الاسر المتعففه اللي شايلينهم وغير وغير وغير. احنا مؤسسه خيريه على مستوى الجمهوريه، شايله بنود كتير جدا، ومحتاجين دعم الناس الطيبين يقفوا معانا. يا رب يا رب ان شاء الله. مش عارفه، مش شايفه اصلا، انا بحاول اشوف الكومنتات وبحاول اشوف، الشمس ضاربه جامد في وشي فمش شايفه كل حاجه كويس. هحط لكم رقم الحساب هنا
بتاع المؤسسه في الكومنتات. ان شاء الله انا عندي يقين في ربنا ان ربنا هيكون معانا. احنا ما بنعملش حاجه غلط، بنعمل كل خير. هنبني مسجد الناس تصلي فيه، هنبني مبنى لرعايه الناس اللي بلا مأوى، فاحنا بنعمل حاجه كويسه وربنا هيكون معانا. وانا يعني عندي حسن ظن كبير جدا بالله سبحانه وتعالى ثم اهل الخير الطيبين. طبعا صدقه جاريه، صدقه جاريه، شاركوا معانا في صدقه جاريه، صدقه جاريه في ميزان حسناتكم ان شاء الله. شاركوا معانا في صدقه جاريه، ارض الاحلام مستنياكم ان انتوا تشاركوا فيها ان شاء الله. اتمنى ان كل اللي معايا على اللايف هنا يشير اللايف عشان يوصل للناس كتير. شيروه كتير يا جماعه في جروبات وصفحات عشان نقدر نوصل لكل الناس. واللي حابب يتواصل معانا على 010 60 27975. يلا اشوفكم على خير عشان كمان انا الحق الصلاه والناس اللي معايا يروحوا يصلوا. تمام، ونتوكل على الله على دار زهره مصر. ومستنيه الناس الطيبين تيجي النهارده للدار واشوفهم باذن الله. اشوفكم على خير، جمعتكم مباركه باذن الله، وربنا يجعلنا واياكم في الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.